تعالوا انظروا، تعالوا شوفوا. انتوا عارفين ان العم شافوا قرر انه يفتح هذه الغرفة له ويعيش فيها ويسكن فيها. شوفوا على غرفة متاهة. بل المهم تعالوا شوفوا. بدأنا بأول خطوة، ضربت الرنج المائي في الغرفة ونظفتها وكل شيء. المهم والله زبطت وسبرت قوة. ثانيا بدينا بالخطة الثانية، فتحت الباب دقدقته وضربت المعجون وبعدها الرنج الزيتي وزبطت الغرفة ما شاء الله. وشوفوا على امور وسبرت الدنيا وتلمع لميع. المهم باقي هذا الباب عادي نفعل له اي حاجة. وبدينا ثاني شيء ركبنا الابلكش، جبنا الابلكش وصلحناه في السطح. شوفوا على حيبوقع. المهم الابلكش ونظفت كل شيء داخله. المهم شوفوا العم اسمي، المهم ركزوا على اسمي العم شافول. ثالثا تعالوا شوفوا، احي ركبت اللمبة على الابلكش، احي جميع الالوان. اوه يا حركات يا لمسات يا فنيات، لمساتك فنياتك. رابعا جبت العطب، تعرفوا هذا العطب؟ ايوه تبع المخدات. المهم وبعدين بديت اركب الشلك. هذا الشلك اقسم بالله يا شباب انه مرضني. المهم اديت الشلك وركبت والمعجون ولحالي ما بش احد يساعدني، لكن عادي عيديكم الله، ما بش معي اصحاب يساعدوني لكن سهل يلا. المهم وركبت ولمسات وفنياتك وحركاتك يا شعفول. وتعالوا شوفوا الان الغرفة من اول وجديد وكيف سارت وكيف زبطت. الله والالوان، الله والخيال، الله 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 الله. بعد ما طلعنا الموكيت والكنبات وكل شيء والامور سابرة، والان صارت غرفتي ويا ليلتاه يا ليلتاه.